السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سعد الحجر من قناة سعد الحجر. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة سنة جديدة 2022. يا رب تكون سنة سعيدة علينا جميعا. والنهاردة ان شاء الله هناخد درس مهم جدا، يا ريت تتابعوه للآخر. ما تنسوناش من اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. ويلا نخش في الموضوع. والنهاردة هناخد فلتر مهم جدا، فلتر كاميرا رو. بيستخدموه المصورين ويستخدموه في الاستوديوهات بحيث ان هو يعدل الصور لانها بتبقى متاخده في اتموسفير معين، في جو معين. ما هو مش عايز الجو ده، هو عايز يغير الشكل والمود بتاعها. بنيجي من قائمه فلتر ونختار فلتر كاميرا رو زي ما احنا شايفين كده، او شيفت كنترول ايه من الكيبورد. اول ما بنضغط عليه كده مثلا يظهر لنا بالشكل ده. عندنا البيزك والكيرفس والديتيلز والكالر ميكسر والحاجات دي كلها والاوبتكس وكل التأثيرات والمؤثرات اللي قدامنا دي هنستخدمها واحدة واحدة كده. اول حاجة البيزك بتيجي قدامنا از شوت، وبعدها في اوتو. طبعا الاوتو دي بتستخدمها يعني البرنامج نفسه او الفلتر نفسه هو اللي بيعدل، لكن انت خليها على از شوت وعدل انت بايدك. لو حابب تزود ازرق شوية بتسحب للشمال كده بتديك لون ازرق، حبيت تسحب اليمين بتديك اللون الاصفر. تمام. نيجي على التنت هنا، تزود شويه اخضر، تزود شويه ماجنتا او موف شويه. طبعا لو ضغطت ضغطتين بترجع لك القيمه الاصليه. نخش هنا برضو على الاكسبوجر، بتفتح الصوره وبتغمقها. تمام زي ما احنا شايفين كده. ونيجي على الكونتراست، التباين بتاع الصوره، شويه اكسبوجر وشويه كونتراست. الهايلايتس بتزود المناطق اللي بتلمع، وديت. والشادو بتزود وتنقص في المناطق اللي فيها شادو او اللي فيها ظل او الحاجات الغامقه. وده الوايت غير الهايلايت. الوايت المناطق البيضة هي اللي بتتفتح وتتغمق، لكن الهايلايت المناطق الساطعه زي ما احنا شايفين كده. ده الفرق بينهم. ايوه كده. مثلا ده البلاك برضو مش هو الشادو، برضو البلاك غير الشادو المناطق اللي فيها ظل، اما البلاك المناطق الغامقه، اي مناطق غامقه. تكتشر طبعا نكبر شويه كده ونلاحظ مع بعض. شوف الفرق. كل ما نزود التكتشر كل ما ننقص التكتشر في فرق كبير جدا في وضوح الصوره وتفاصيل الصورة. هنا تحس ان هي كده مغيمة شوية، لكن طبعا هنا برضو نفس الحكاية. كبر شوية ونجرب ونشوف كده، هتلاقي فيه وضوح كل ما تزود التكتشر والكلاريتي. هنا برضو بتغمق وتفتح، تعمل كونتراست عالي للصورة. ساتوريشن والفايبرانس اللي هو درجة تشبع الألوان. زي ما خدنا الفايبرانس في قائمة الادجستمنت، نفسها برضو الفايبرانس هي الفايبرانس اللي موجودة في قائمة adjustment اللي هو تشبع الألوان. زي ما انت شايف كده بتقدر برضو هنا saturation برضو بتخليها اسود او رمادي. كل ما تيجي اليمين بتعمل تشبع للألوان. اما هنا برضو الفايبرانس نفس الدرجة وكل حاجة، لكن هي بتخف شوية من الألوان، مش بتخف الألوان خالص زي saturation. نقفل البيزك ونخش على الكيرفس. برضو الكيرفس نفس فكرة عمل الكيرفس اللي في الادجستمنت. هو الكاميرا رو عامة هو تجميعة للادجستمنت. تقدر تعمل فيها نقط كده وتغير وتظبط في الوانك زي ما قلنا. بتزود الاجزاء الفاتحة او بتزود الاجزاء الغامقة والشادوز زي ما انت شايف كده. تمام. وضغطتين على النقط دي بترجع الحاجات زي ما كانت. وبرضو هنا الاحمر، عايز تزود شوية احمر، عايز تزود شوية اخضر زي ما شايف كويس. هنا الاخضر ده الاخضر، ده الماجنتا. نفس الفكرة. تقدر تعمل منحنى معين خاص بيك تظبط بيه اللون او التون اللي انت عايزه. الازرق برضو نفس الفكرة، تزود شوية تنقص شوية، تعمل كيرف معين تديك تون جميل. هنيجي تحت هنا في حاجات جاهزة تقدر من خلالها ان انت تغير وتعدل. نقفل الكيرفس وناخد الديتيلز، كبر شوية كده ونشوف الشاربينج بتعمل تحديد او زيادة مش هتتقلب على العربي ازاي، الحدود بتاعت. شايف انت التنيات اللي موجودة اللي في الصوابع دي، التشريحات دي لو انت ركزت كويس هتلاقيها بتتحدد بطريقة زي ما انت شايف كده
وهتلاقي في بره كده في حاجة زي تشويش او نويز. النويز ديت بتقدر تنعمها من تحت هنا، من النويز الاختيار اللي تحتها بتقدر تنعمها. ايوه بالطريقه دي. لو تلاحظ كده هتلاقي في فرق. نعم النويز بتسيح النويز كلها كانها طبقه ناعمه. وناخد الكالر ميكسر HSL يعني هايو ساتوريشن ليمانس. ناخد الهايو ده الريد، تقدر تزود فيه وتنقص فيه. لو بصينا هنا كده على الضوافر دي كده تلاقيها بتميل للماجنتا وبعد كده ترجع للاورنج تاني. ده تقدر تتحكم في لون التشبع اللوني بتاعه. نبص على الاورنج، شوف الايدين كده خفيناه خالص. برضو نفس الحكاية الجرين. لو تلاحظ الاخضر ده بيتحول من اخضر لاخضر تاني خالص، بس نفس الاخضر، يعني ده اخضر وده اخضر بس ده درجة وده درجة. برضو نفس الحكاية الاكوا، من الاخضر للاكوا للسماوي، البلو للماجنتا. لو تلاحظ بس الصورة قدامك وضغطتين على اي سلايدر بيرجع للزيرو تاني. وتلاحظ هنا الالوان اللي هي فيها بينك او ماجنتا. ناخد الساتوريشن الريد، نبص كده على الاجزاء اللي فيها احمر كده شلناها خالص، كده خليناها احمر. الاورنج برضو الايدين فيها اورنج، تلاحظ التغيير. اليالو لو لاحظنا هنا الزهرة دي بناخد الاصفر خالص من الصورة، والجرين زي ما انت شايف كده بنزوده التشبع بتاعه وبنقلله. وبرضو بينطبق ده كله على جميع الالوان. تقدر تعمل تشبع للون واحد في الصورة او مجموعة الوان. طبعا احنا هنا في الجزء ده بنتكلم عن لون واحد، كل لون على حدة. نيجي هنا لللومانس، برضو من احمر فاتح لاحمر داكن داخل على البنيات. برضو الاورنج من فاتح لغامق، نفس الحكاية. لو لاحظنا الجرين هنلاقيه من الفاتح للغامق. الاكوا نفس الحكاية، كل الالوان من الغامق بتاعها للفاتح بتاعها. الاول بتغير الريد اللي موجود في كل الصورة، اي جزء فيه ريد. الاورنج اي جزء في الصورة فيه اورنج، مش لون واحد او مش جزء واحد في كل الصورة. في الاكوا بيتحول من الازرق للاكوا. الماجنتا نفس الحكاية. نقفل الكالر ميكس، نفتح الكالر جريدي. عندك هنا من التون والشادو والهايلايت بتقدر تتحكم فيهم. نفس الحكاية السلايدر بتاعنا معنا، ونقدر كده نتحكم في الشادو اللي في الصورة. اي جزء في الشادو بتغمق وتفتح فيه زي ما انت قدامك كده بالطريقة دي. وده طبعا الميد تون، يعني الالوان اللي في الوسط، لا هي غامقة ولا هي فاتحة. وده الهايلايت بيزود وتنقص الهايلايت. ده البليندنج، وتحته البالانس، تقدر تعمل بالانس بين الالوان وبعضها. نيجي على الاوبتيك، بس انت دلوقتي بتخش على السكيل بتاع الصورة. احيانا الصورة بتبقى متاخدة بشكل وورب، شكل مش مظبوط، فهو هنا بيقدر المصور ان هو يتحكم في الصورة في البعد بتاعها. وهنا بيقدر يعمل في الحواف بتاعتها من هنا ومن هنا كده، يا اما اسود يا اما ابيض شويه كده زي ما انت شايف كده في الجزء ده وده كده، يا اما يرجع للابيض تاني. ونيجي هنا تقدر تغير اتجاه وشكل الصورة من هنا برضو، ومن هنا تجيبها يمين تجيبها شمال، تفردها كده تجيبها كده. العب يا نجم، العب يا زميلي، اي اتجاه انت عايزه. نيجي على الافكتس، هنا الجراي نكبر شوية كده ونشوف. بتعمل شوية تشويش على الصورة، تأثير التشويش. وهنا بتعمل داير ابيض او شكل اسود حوالين الصورة زي ما انت شايف كده. نيجي للكاليبريشن، ده الشادو. عايز لون الشادو ايه؟ يعني مثلا انت كنت هو كان اسود مثلا، هتخليه مثلا اخضر لون الشادو، خليه ماجنتا ريد بريمري. برضو نفس الحكاية زي ما انت شايف كده. جرب وحاول تظبط الصور بتاعتك والالوان بتاعتك، حاول توصل لاعلى حاجة، لاعلى شكل، الشكل اللي يرضيك. الشكل اللي يرضيك هو اللي هيرضي العميل. وبكده يبقى احنا خلصنا فلتر كاميرا رو. وما تنسوناش لايك وشير وسبسكرايب ونقول اوكي. يبدأ ينفذ الفلتر قبل وبعد. فعل الجرس واتبعنا عشان يصلك كل جديد، وربنا يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.